الاهلي يحكم والكل ينفذ، اكيد طالما على حق. طالما على حق الكل يحكم، الاهلي يحكم. فيا جماعه في بلد محترم وفي دوري محترم، ومفيش دوري محترم يقول ان انت تعمل قرعه في نص الليل ما تعرفش بيها حد، ومفيش دوري محترم يقول لك ان انت مفيش ممثل من الانديه يحضر قرعه الدوري المصري، ومفيش دوري محترم يقول ان انت تبلغ ان في حكام اجانب وتيجي تجيب لي حكم زملكاوي موقوف شهر. يعني الحكم ده اصلا موقوف شهر، موقوف شهر، هيحكم اهلي وزمالك ازاي؟ وبعدين الجماعه الزملكاويه مش كانوا بيعيطوا الاسبوع اللي فات عشان التحكيم المصري؟ ليه هتلعب القمه بحكام مصريين؟ يعني ليه هتلعب مباراه القمه بحكام مصريين بس؟ انا عايز رد على السؤال ده. مش انت بقالك 30 سنه معيشني في مظلوميه؟ ليه هتلعب القمه بطاقم تحكيم مصري؟ الله ينور عليك يا عم هاني، الله ينور عليك يا رولين. ده زيزو ده انا هاخده منك، زيزو هاخده. فيا جماعه في اجتماع النهارده ما بين الوزير اشرف صبحي ومجلس اداره النادي الاهلي. اللي انا عارفه ان الاهلي طلباته هتتنفذ، ان الاهلي طلباته هتتنفذ حسب الكلام اللي جاي. اما بقى ايه، ممكن نلعب الدوري بالناشئين ولا حاجه ونبوظ لهم البطوله، وهم بقى ينخرب بيت الشركات الراعيه. ادي سلطان بتاع الهلال كمان اللي انا رازعه 4 جاي بحفل على النادي الاهلي. حاجه غريبه جدا 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 يعني. اه سيد العصاري، كل سنه وحضرتك طيب، عامل ايه يا حبيبي؟ يا رب تكون بخير وبصحه وسعاده. هتنعاد المباراه، هتنعاد المباراه لان احنا موقفنا سليم، احنا موقفنا سليم. طيب عايز اقول لك القبض على نجم النادي الاهلي. اللي بحب حضره النبي عليه الصلاه والسلام يضرب اللايك يا جماعه، اللي بحب حضره النبي عليه الصلاه والسلام يضرب اللايك في الاخبار يا صحابي. حاضر. القبض على نجم النادي الاهلي. مين نجم النادي الاهلي اللي اتقبض عليه؟ للاسف الشديد، للاسف الشديد جالي خبر ان صديقي، طبعا هو صديقي وحبيبي الكابتن ابراهيم سعيد، جالي خبر ان تم القبض عليه، تم القبض على ابراهيم سعيد بسبب 650 الف جنيه نفقة زوجته. 650 الف جنيه نفقت زوجة الكابتن ابراهيم سعيد، وقال لك ان تم القبض عليه وهيتم حبسه 4 شهور، هيتم حبسه 4 شهور عشان نفقت زوجته. اعتقد ان يعني انا مش عارف الموقف القانوني ايه لابراهيم سعيد. انا طبعا هو ابراهيم سعيد تقريبا متجوز واحده تانية كانت معانا في المباراه، ولكن انا مش يعني، انا كنت قاعد مع ابراهيم سعيد واخته. لا كنت قاعد مع ابراهيم سعيد ومراته واخوه. كنا قاعدين في المقصوره في نهائي دوري ابطال افريقيا. حتى هو كان بيزعق مع زوجته، بيقول لها انا قلت لك ما تطلعيش من هنا، ما نطلعش من هنا، الناس هتموتني. طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا كله بيحب ابراهيم سعيد، وكان عامل هجوم عليه عشان يتصور معاه. ففي اخبار بتؤكد ان تم القبض على الكابتن ابراهيم سعيد لاعب النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي وافضل لاعب في تاريخ القاره الافريقيه من وجهه نظري، من وجهه نظري المتواضعه، ان ابراهيم سعيد ابو فانيلا بيضه حنفي. بتاع الهلال ده انا ماسكه دعكه 4 في كاس العالم للانديه وجاي احفل عليه. سلطان بتاع الهلال ده. حبيبي يا غالي، احنا خلاص برضو بننهي. فجالي خبر ان تم القبض على ابراهيم سعيد وسجنه 4 شهور. طبعا انا زعلان، يعني سجن ابراهيم سعيد 4 شهور، طبعا يعني زعلان. اتمنى ان اخوه بقى يتدخل، الناس تتدخل، زوجته تتدخل كده يعني، ويحلوا ازمه ابراهيم سعيد. طيب ماتش الاهلي والزمالك هيتلعب، اكيد هيتلعب تاني يا نور، اكيد ماتش الاهلي والزمالك هيتلعب تاني اكيد يعني. فديت كانت معظم اخبارنا، منتظرين اخر القرارات، وهطلع مع حضراتكم تاني ان شاء الله رب العالمين. يعني بنسبه كبيره هطلع مع حضراتكم تاني مره او مرتين النهارده لحد ما ننهي القصه دي. بشكر كل الناس المحترمه، بشكر اختي وحبيبتي رولين، بشكر اخويا وحبيبي الغالي الزملكاوي ده، بشكر اخويا وحبيبي الغالي عم هاني علي، كل سنه وحضرتك طيب يا عم هاني. بشكر اخويا وحبيبي ادهم الغالي، بشكر اخويا وحبيبي ادهم محمود، بشكر كل الناس المحترمه.